قصة العيش والملح. قصة الوفاء صفر. دخل رجل غريب إلى مطعم في الشام وطلب رغيف خبز أكل نصفه وترك النصف الآخر وخرج، وفي كل يوم كان يفعل ذلك، فانتبه له رجل شامي فسأله بكل أدب: لماذا تأكل نصف الرغيف وتترك نصفه في كل يوم، ومن أين أنت؟ فقال الرجل: أنا من بغداد ودرتي بلادا، ولما أجد من يحفظ لخبز ولملح فينا أكل نصف للرغيف، ولأجد من يستأهل أن يأكل نصفها للثاني. قال له: لرجل للشامي أنت اليوم معزوم عندي وجئ الموعد. وكان للشامي عيش في بيتها مع أمها وابنة عمها التي يحبها، وعلي وشك للزواج بها، وطرق لبغداد يلبب في فتحة ابنة عمال الشامي في فتن بها لبغداد. وبعد الغداء قال البغدادي للشامي: أريدان استحلفك بالخبز والملح أن لأطرد طلبي من الفتاة التي فتحت الباب. قال: ابنة عمي. فقال: أريد الزواج منها. فقال الشامي: هي لك. سافر البغدادي مع عروسه ليعيش في بغداد. ماتت أم الشامي وفقر، وباع بيته ليأكل بثمنه وقوت النقود، ولم يبقى إلا شيء يسير، فقرر أن يسافر إلى صديقه في بغداد. وحين وصل بغداد علم أن صديقه البغدادي أصبح من أغنياء بغداد ولديه قصر فيها، فتوجه لقصره وطلب من الخادمة مقابلة صديقها. فعادت الخادمة حمل كيس من النقود الذهبية وأعطته إياه، فقال لها: أنا أريد مقابلة صديقي، ورمى بكيس النقود، فنفرطت الليرات الذهبية على الأرض، وذهب في عينيه دمعة كبيرة. واكتشف الشامي أن نقوده انتهت ولم يعد معه ثمن العودة للشام، وأصبح ينام في المساجد. فأتاه رجل كبير وسأله عن حاله، فقال: أني لا أجد قوت يومي. فقال له الرجل: لما لا تعمل في التجارة؟ وبدأ الرجل يعلمه التجارة وإسرارها والأسواق وكل شيء يفيدها في عملها، إلى أن أصبح للشامي في 3 سنوات من العمل للدأب من أثرياء بغداد، وبن قصر لمة الشهد بغداد مثلها. جاءت امرأة كبيرة طلبت من للشامي أن تعمل على خدمات. قصة